طبعا من اهم التفاصيل حاجات بسيطه قوي، زي المثل الشعبي كده بيقول لك ايه، حبه ملح تبوظ الطبخه. ده كده شغل اليو بي في سي، تمام، من قطاعات بريمير. طبعا ده شباك دبل جورجيا بزهره اللوتس. القطاع هنا قطاع السيتي. قطاعات اليو بي في سي معروفه ان هو بيكون مقبض بارز ومقبض غاطس علشان يكون خلف الشباك مباشر بالطريقه دي. معانا برضو السلك بتاعه، السلاسه في التركيب اللهم بارك، حاجه محترمه جدا، ودي اهم التفاصيل اللي احنا دايما بنشتغل عليها، مع اضافه تركيب الفوم. تركيب الفوم ده عامل اساسي، بيعمل عازل للصوت، بيعمل احكام تام للشباك، وده مهم جدا، لازم يكون موجود داير ما يدور تركيب الفوم للشباك. ده كده معانا باب البلكونه. باب البلكونه عملناه التلت والتلتين، وخلينا التلتين من جهه الشمال، وده كان بطالب الباشمهندس علشان يريح معايا على العمود. عملنا التلت اللي تحت برضو نفس التلت والتلتين في العرض، عملنا التلت والتلتين في الارتفاع، وعملنا الجزء السفلي لخامه المسطح علشان يديني قوه وفي نفس الوقت يكون عازل اساسي للريسبشن. البلكونه هنا بالشكل الجمالي ده مع السلك البليسيه. طبعا نظام برضو اللوك في الفتح والقفل مختلف، علشان اقفل هنا ما بقفلش بالمفتاح مباشر، المفتاح عمره ما هيقفل، لازم الاول اروح رافع السبانيونه للاعلى وبعدين قافل البلكونه بتاعتي. بالشكل ده البلكونه قفلت طالما الاكره مش نازله لتحت، وده مهم جدا، وده نظام حديث مش كل الناس تعرفه الا اهل البيت فقط، وده يدي ارتياحيه وامان تام لاهل البيت. كده انا فتحت خلاص، تفتح معايا البلكونه بكل سلاسه وبكل سهوله بالشكل ده، مع اضافه السلك البليسيه بالشكل ده. نفتح الاتجاهين، نفتح التلت التاني بالشكل ده مع اضافه السلك البليسيه. اللهم بارك، حاجه في منتهى الروعه بالشكل الجمالي اللي ظهر معانا ده. نقفل البلكونه بتاعتنا، نقفل الضرفه بالشكل ده. كده بقى عندي احكام تام في البلكونه، وزي ما قلت لحضراتكم معموله ازاز دبل، الخارجي كريستال والداخلي شفاف. طبعا احنا عاملين عليه المشمع ده علشان نحافظ عليه من الدهانات وما ذلك، وده كان بطلب باشمهندس. ده خلاني افتح الضرفه بالشكل ده مع ضرفه السلك. مهم قوي التفاصيل بتاع التركيب، ومهم قوي تفاصيل الفوم، وده عامل اساسي. البي في سي حاجه محترمه، له معادله تتقارن بيها عن البي اس الصغير والبي اس الكبير. عندي هنا شباك معمول داخلي بي اس صغير بالوان السلام مع ضرفه السلك البليسيه. طبعا انا عندي المنور هنا معمول فيه 3 شبابيك، فضلنا واحد بس علشان يكون منط للمنور في حاله تركيب تكييف وما ذلك من باقي التفاصيل. والداخلي دايما احنا بنرشحه قبل ما يكون للعميل ان احنا نعمله بي اس صغير، علشان العوامل الجويه مش احسن حاجه زي بره، فبنفضل بره يكون يو بي في سي والداخلي يكون بي اس صغير. معايا برده هنا للحمام عملنا جزء التلت والتلتين. التلت اللي تحت علشان يكون بعيد عن القعده والضرفه فوق الشباك بكل ارتياحيه، تمام بالشكل ده، مع الازاز الكريستال. مع اضافه عندي باب الحمام. الباب ده كنا عاملينه في شقه للعميل، وطبعا احنا اضفنا عليه الحلق فقط، تمام، وكان معمول بنفس الديكور ده، كملنا بس الحلق بتاعه
علشان يكون بالوضعيه اللي ظاهره مع حضراتكم. عملنا ضرفه شباك المطبخ، عفوا شباك المطبخ سايبين فيه مساحه الشفاط مع الضرفه القلاب بالشكل الجمالي ده، مع اضافه وحده حوض تقفيل تحت الحوض بالشكل ده، باللون الاسود، والشبابيك باللون الاوف وايت. كده نكون تمينا تفاصيل كل الشقه. انتظرونا ان شاء الله في تسليمه جديده. دمتم بخير. سلام عليكم.